Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı görev yapan gerek müezzin kayyum, gerek İmam Hatip ve gerekse Kur'an kursu öğretmenliği yapan görevlilerimiz arasında yapılan bir yarışmadır. İki dalda yapılıyor bu. Gerek güzel Kur'an-ı Kerim okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında, gerekse hafızlık dalında. İlk evvela illerinde başarılı olan ve seçilen kardeşlerimiz bölgelerdeki yarışmalara katılıyorlar. Türkiye'de 9 tane, 10 tane bölgemiz var. Her bölge yaklaşık 8-10 ilin birleşmesiyle meydana geliyor. Bugün burada Bitlis'te, Bitlis ilimiz olmak üzere başta Bingöl, Van, Iğdır, Hakkari, Şırnak vilayetlerinden gelen görevlilerimiz arasında yapılacak olan hafızlık güzel okuma yarışması. Burada başarıya elde eden ve birinci olan kardeşimiz Türkiye finaline katılma hakkına sahip oluyor ve Türkiye finaline dereceye girdiği zaman da kendisini ödüllendiriyoruz. Maksat hasıl olmuş olacak. Her adaya 3 sorusu olacaktır ki içerisinde var. Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir. Yarışmaya her soru için 5'er dakikada süre verilecektir. Evet. Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak ve Kur'an'ın tamamından olacak. Daha önce 1 ila 10 cüzleriydi ama şimdi böyle bir şey yok. Yani bu öndeki cüzlerden de olabilir, sondaki ve ortadaki cüzlerden de olabilir. Yani Kur'an'ın tamamından. Ama sayfa bütün içerisinde. İkinci ve üçüncü sorular yine hakeza Kur'an'ın tamamından ve bir de geçiş olacak. Gerek karşılıklı geçiş veya gerekse arka geçiş. Okuyuşlarda aday hazır, tedbir ve tahkim usullerinden birini seçebilecektir. Hafızlık yarışmalarında tercih edilen okuma usulü ise tedbirdir. Evet. Açıyorum. Durun. Herkesle beraber açalım. Oysa tamam gelecek. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى إني إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين طاعتموهم إنكم لمشركون أفمن كان ميتا فأحييناه فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ويقولون إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما ويقولون ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون فأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك ببدء من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فيستأذن فريق منهم النبي إن بيوتنا عورة وما لكم فارجعوا فيستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار Tam tersi oldu. Orada tam tersi. Yani manayı da sorduk. Efendim her şeyi alt üstü namaz olsa ama zaten ifsad olur. Bir daha Allahu Vecihim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Teşekkür ederim Sayın Hocamıza, bütün cemaatimize adına hoş geldin diyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı mübarek eylesin. Bütün arkadaşlarımız aslında birincidir. Bu yola çıkan herkes birincidir. Hele Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek üzere bu yola, bu caddeye girenlere de mutlu. Çünkü Hz.
aleyhissalatü vesselam hayrukum men ta'alleme Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dolayısıyla bu yolun yolcusuyuz. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah gayretinizi, çabanızı artırsın. Hepimizi birlikte. İnşallah yarın kıyamet gününde de Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e layık hürmet eylesin. Onun sırat-ı müstakiminden bizi ayırmasın. Bu vazifeyi de inşallah şerefle bizlere yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Bütün hafızlarımıza, bütün hocalarımıza çok teşekkür ederiz.